هذول جماعة بالسعودية لا عندهم حس تاريخي ولا عندهم حس واقعي ولا عندهم حس وطني ولا عروبي ولا إسلامي ولا عندهم أي حس أبدا. ناس تحت مستوى السياسة، تحت مستوى السياسة. يعني ما بدي أحكي كلام سيء، أنا زلمة بحكي بالعادة كلام طالع نازل، بس احتراما لحضراتكم وللسيدات اللي معكم. أنا بالعادة سبسب كتير. أنا حكيت الحكي بالتفصيل، فبيجاوبني والله لنقصف صواريخ من السعودية على قصره بالشام، والله لنشيل، والله لنحط. قلت له لا، دخيل الله، إذا بتريدوا كرمال الله لا تقصفوا، لا من عندكم ولا من عند غيركم، كرمال الله. إذا نحن بحاجة لمصاري اعتبروها دين على سوريا المقبلة، وإذا نحن بحاجة لسلاح يا أخي خذوا حقه، بس أعطونا اللي نحن بدنا إياه وبعدوا عنا، اتركونا نحن نشتغل. اما بدكم تجبرونا نشوف بلادنا بعيونكم، هذا كارثة. انت لازم تشوف سوريا بعيوني، انا بعرفها احسن منك بألف مرة، احسن منك ومن اجهزتك اللي بتكتب لك تقارير ونصها مخترق ونصها له علاقات بالسوريين كان قبل 4 5 شهور. هذا الحكي يا جماعة والله 2012 لما شالوه لبندر بن سلطان اللي كان مكلف بمطلق الصلاحيات بالملف السوري. بقلنا كيري بأمريكا انه كان مانو عم يخرب كل جهودنا لمكافحة النظام ولمكافحة النظام. فهذا الافندي اللي انا رحت احكي له طلع الله يستر، وحتى هو سألني باللقاء قال لي انتوا كنتوا جماعة المجتمع المدني ما؟ قلت له ايه. قال لي دعونا مرتين لاجتماعات مشتركة مع امنكم، مع الامن تبعكم، وعملنا اجتماعات طويلة كيف ممكن نحاربكم ونكافحكم ونرد عليكم والى اخره. فهدول اللي بدهم يحرروا سوريا بيكرهوا الديمقراطية. بالمناسبة يا شباب يا أخواتي، من أول يوم كان مبين للخليج ولا إسرائيل بدهم بلد ديمقراطي أو بلد محكوم إسلاميا. يعني من أول يوم كان بدهم بلد عايش بالفوضى ورايح على الفوضى، لأنه ما عندهم بديل مقبول له. لا الديمقراطية بتناسبون ولا الحكم الإسلامي بيناسبون، وبالتالي دفروا على الفوضى، ولليوم عم يديروا الفوضى فيه لليوم. بس هي الفوضى ستنتهي بتدمير ان شاء الله، حجر حجر وواحد واحد. هي الفوضى ما راح تضل عنا، واذا نحن ما انتصرنا او لا سمح الله انهزمنا، رايحة لعندهم كارثة قد اللي صارت عنا ب4 مرات. لانه هن الصيد الدسم، هن بيت ابو مصاري، هن بيت ابو نفط، هن بيت ابو دول. اذا تغير وضع مين يعني؟ كم مرة انتم سمعانين انه الايرانيين بيقولوا كعبة النا والمكة النا، وهي مكة اليوم هي عاصمة اللواط. اذا بدكم ابعثوا تسجيلات لاناشيد لحزب الله بسوريا بعد ما احتلوا القصير، الا نحرر مكة عاصمة اللواط السني. فالشغلة يعني اللعبة اللي عم تلعب معنا شغلة سهلة، والاستراتيجيات المرسومة معنا شغلة سهلة. وهدول يا جماعة قاصرين عقليا وطويل العمر. وطويل العمر شو طويل العمر تبعهم؟ هذا الملك سلمان انا بتحدى حدا بيقدر يحكي معه نص دقيقة، ما عنده شيء زلمة. وجايبين هذا محمد ابنه محمد ابن سلمان انه يا لطيف هذا هلا معقودة كل الامال عليه، واحد عايش بالهواء. بدل ما يقعدوا يتواصلوا معنا كمعارضة ويتواصلوا مع فئات الشعب السوري المختلفة ويقولوا يا جماعة نحن هالكم سنة اللي فاتت أجرمنا بحقكم، شو فينا نعمل لنصلح الوضع، وانتم على وشك انكم تخسروا إذا استمرت الأمور هيك. وانه نحن عنا اموال الى اول ما لاخر انتم عم تحموها. انا قلت له نحن كل واحد سوري عم يموت هون عم يموت بدل 5 سعوديين بكره بالحرب ضد ايران، ان كان باليمن الا بغير اللي بالبحرين الا بالكويت الا بكل محل. 40% من سكان البحرين شيعة بالمناسبة، وبعد ما طلعوهم الامريكان للعراقيين 3 شهور ما استجر امير الكويت يرجع من لانه الشيعة مسلحين كانوا. ف يعني اخواننا بالسعودية لا عندهم حيل يرسموا خطة ولا عندهم حيل يقودوا عملية كومباك عربي ضد هالهجمة او اسلامي، ويعني عايشين على سبحانية. بكره بيشوفوا عايشين انه هن عندهم مصاري وانه هن بعاد وبلا صحراء وانه شعبهم غايب عن الوعي. شعبهم غالبيته بالمناسبة سلفي وجهادي، ما غايب عن الوعي.
وانا قلت له اذا نحن سوريا تدمرت هذه الفوضى ستصل اليكم، بس مش على شكل 4-5 بيجوا من هون و4-5 بيجوا من هون. والله لن نترك بالخليج حجر على حجر، وحياة اولادي وحياة الصدق قلت له ببيته بمكتبه، والله لن نترك بالخليج حجر على حجر. انتم عم تدمروا احسن بلد بالعالم العربي وبالعالم الاسلامي اسمه سوريا. انتم مقدرين شو يعني هذا بالنسبة لنا؟ شو يعني انه انتم عم تعملوا فينا، عم تعملوا بالبلد؟ والله لا اطلق عليهم الصواريخ. يا سيدي، لا اخواننا بالسعودية ما مستوعبين انه سقوط سوريا يعني سقوطهم، مع انه في 100 واحد عم ينعورون ويقلون ولك ما فتحوا عيونكم، انتبهوا. انتوا اجت عندكم القصة، انتوا بتصدقوا انه الحوثيين محتلين 10 قرى بالسعودية اليوم؟ اذا